السلام عليكم. بعد 5 سنوات في الكويت اكتشفت حاجة موجودة عندنا في مصر ومش موجودة في الكويت، أو عامة مش موجودة في أي دولة خليجية أو مع الشعوب في الخليج عامة. عندنا احنا في مصر في مصطلح اسمه مصطلح العزومة المراكبية أو عزومة المراكبية. المصطلح ده عندنا يعني بمعنى إيه؟ إن المراكب بيكون في وسط المية كده وحد على الشط بره فبيسلم عليه فبيقول له اتفضل. مستحيل على الشط ينزل له البحر ومستحيل المراكب يطلع له بره، الاثنين كل واحد مستحيل يوصل للتاني. فاتسمى المصطلح عزومة المراكبية من المراكبي. عندنا احنا بقى بنستخدمه طول الوقت في حياتنا اليوميه، ان ممكن تكون معدي على حد في الشارع السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل، هو بيقول لك اتفضل يعني مالهاش دعوه بالبخل والكرم، هو بيقول له اتفضل كماله السلام. تعالى اشرب معايا الشاي برضه كماله السلام، يعني هو مش بيقول له تعالى لي يعني، او ممكن يكون اصلا هو ما عندوش شاي فبيقول له اتفضل كده مش هيشرب من عنده الشاي. فالمصطلح ده احنا بنستخدمه طول اليوم في حياتنا اليوميه في اي حاجه بقى. فحصل معايا موقف هنا، كنت شغال في احد الكافيهات، فطبعا انا كنت لسه جاي جديد فبستخدم المصطلح اللي انا متعود عليه في مصر. فالفاتوره هنا بتاعه الحساب بتكون كبيره شويه، يعني ممكن تكون نص الراتب بتاعه او الراتب بتاعه كله يعني. فانا كنت ماسك كاشير، فواحد بيحاسبني فقلت له خلى علينا ومش خلى علينا وكده. المهم ان هو يفكرني، انا بقول له هم ما يعرفوش هنا او ما عندهمش المصطلح ده، مش بيستخدموه في حياتهم اليوميه يعني. خلى علينا، فهو يفكر ان انا بقول له فري، فخد بعضه كده ومشي ما حاسبش. فانا طبعا لما اجي احاسب اخر اليوم فبالنسبه لي ده رقم كبير جدا يعني، هياثر فيا جدا يعني. بقول لك ممكن يكون راتبه كله او نص راتب يعني. فانا بحاسب صاحب المكان فبقول له حصل 1 2 3، فضحك ان هو بينزل مصر كتير وعارف المصطلح اللي احنا بنستخدمه في مصر ده. طلع ابن حلال وحاسبني هو عليه وقال له خد الفاتوره اللي اتخصمت عليك او ما تحاسبش عليها. والمصطلح ده ما تستخدموش هنا في الكويت، استخدمه في مصر. المصطلح هنا ما ينفعش مع الكويتيين هنا، ما يعرفوش المصطلح ده هنا يعني. خلى علينا يعني هو ما يعني ما عندهوش درايه كامله بهذا الكلمه يعني، او ما تقولهاش يعني. كذلك هنا لما حد يعزم عليك اتفضل يعني اتفضل، هو يعني مش شكرا ولا لا هو اتفضل يعني هيدخلك عنده هتاكل عنده وهيعزمك. احنا بنستخدمه طول اليوم في حياتنا اليوميه، حتى لو ما عندناش اكل او ما عندناش شرب او مش عندنا الحاجه دي احنا برضو بنستخدم نفس المصطلح ده. هنا في دول الخليج او في الكويت عامه عندهم المصطلح ده مش موجود اصلا، بس كلمه اتفضل يعني قعدك معاه خلاص. هو مش بيقول لك كده مجامله زي ما احنا بنقولها او استخدام المصطلح عادي، لا ده هو بيقول لك تعالى يعني تعالى. فنصيحتي لاي واحد لسه مسافر اي دوله خليجيه او الكويت عامه، بلاش تستخدم المصطلح ده في الشغل بتاعك بالذات، عشان خاطر الفاتوره هنا ممكن يعني تاثر فيك جدا. بلاش تستخدم المصطلح ده، نستخدمه احنا مع بعضنا بس كمصريين. السلام عليكم، اشوفكم على خير.